خلاص هموت هينضفني الحقوني. امي هاخد رضاها لو هنقعد في اوضه انا وهي عشان هي قاعده عند جوز اختي. انا اسف ان بقول الكلام ده بس انا تعبت. نفسي اقعد على حجر امي وتقومني لو يوم حتى، والله العظيم هو بطل العمر كله. واللي يجيب لامي اوعده يحلل لي كل شهر. انت وحشتني يا بنتك كان اسمها ايه؟ بنتي اسمها سلمى. سلمى؟ لا 8 سنين. 8 سنين؟ عايز تقول لها حاجة؟ انا نفسك تقول لها ايه؟ سامحيني لو سبتلك سيرة وحشة، بس أكتر حد هيقول لك أبوكي مين أو إيه هي أمك، هي ستك. ابوكي جدع. خير بالشباب اللي بتبقى معدية جنبي يا عم. صح. أخش آكل سندوتش ألاقي ده بيبعد عني وده بيبصلي، تعالى كده تعالى كده. برضه كل ده بيموت إيه؟ أبقى راكب عربية يا خلاص يا عم اخد الكنبه اللي ورا الاقي نفسي نزلت من العربيه. ايه ده ايه المحطه اللي انا حطيت نفسي فيها دي؟ استديو. يلا بقى يا عم قوم بقى نروق. يلا للروقان والنعناع. انت جبرت الخاطر يا عم. انت اخويا. انا اديك شفت يعني زي ما تقول كده ما صدقت ان لقيت حد اتكلم معايا. يعني انا بتلكك كده حد يقول لي بس مالك ايه اللي تعبك، اقول له تعالى اسمع. هم عاملينها لك مفاجأة يا حبيبي. نفسي ابقى اشتغل شغلانه مثلا تكون وسيله يومي تعيش حلوه زي اي شاب. مش نفسك في ايه؟ نفسي البس طقم حلو واروح الفيوم واجيب طقم لبنتي. مش عايز اديها حاجه يا عم عشان كده، بس ابقى شايفها حتى واجيب لها طقم ان شاء الله باذن الله بعد ما نحلم نجيب الطقم لبنتك الصغيره وطقم ليه وطقم كده تشرب. يا رب يرضيك ربنا يا رب بحق جاي النبي. ماشي؟ قول يا رب. قول يا رب بقى خلاص. قول يا رب ربنا يكرمك. انت اخويا كده ما ينفعش اسيبك. كده ما ينفعش اشوف دمعتي كده بتنزل واسيبك. لازم والله انت بتتكلم بجد. والله العظيم بتكلم بجد. انا ابويا نفسي بقول لك اشم ريحه بنتي. انا بقول لك انا جوايا عايز ابطل والله العظيم. لو في حته اوضه ابطل ان شاء الله باذن الله. ربنا يسترها عليه. خلي بالك اقول لك على حاجه، كان معاه توك توكين الواد ده وكان راجل جدع وكان فاتح بيت وكان الدنيا معاه حلوه. شرب البودر بقى حاله زي ما انت شايف كده، باع التوك توكين وباع حاجه بيته ودمر الدنيا. بس كل اللي بنبقى طالبينه حاجه واحده، يعني مثلا ايه نظرات الناس يا رب والنبي يا رب ما حد يقومني من فوق. البيت كله نعم يا جماعه. الحيطان دي سترة كتير. لما بنام كده ولا واحد يقوم يقعد انت اقعد عشان افتح قطمتني. ببقى نايم تحت شباك واحد يقول لي يعني انت ترضى حريم بيتك تبقى انت نايم كده قدامه؟ يا عم انت شفت مني حاجه؟ يقول لي ما شفتش، بس افرض وانت نايم عملت كده عملت كده. اقول له يا عم انت صح. ادور على ما حتى تحت الكوبري بقى يعني خدوه الناس بقوا يعملوا تحت الشاك. حتى مكان لينا مش عارفين ينام يا جماعه. في ناس بتشرب عشان تنبسط، وفي ناس بتشرب عشان تفصل خالص عن الدنيا من اللي هم فيه. انا الراجل ده اداني باور واداني طاقه كده. والمصحف الكلام باور وطاقه دول لما مش بعرف اقول الكلام، بس هو الكلام مرتب نفسه ان انا ابطل وابقى حد كويس. وانت تكون او لا تكون دي بتاعتك انت. بس انا والله العظيم اللي قلته للراجل ده انا اوعده ان انا هاخد خطوه حلوه وهفاجئه هو وافاجئ اهلي وافاجئ بنتي اللي نفسها تشوفني حد حلو. يا رب. وانت انا جسمي منمل وانت حاطط اسمك مش هسيبك. ايدك عليا كده. كله بيعاملنا بقرف وعايزين يعملونا كده. بص يا كابتن امسك منديل والله اخويا اقسم بالله يا عم ونور الدنيا كلها. فاهمني؟ ولو بقى عامل فيها نجم بقى
ده احنا بنقوم من النوم مع ناس فلوس الضرب وال 120 جنيه. يبقى انت لو عايز هتكون، صح. يبقى انا اقدر باذن الله هكون ابقى حاجه حلوه. ربنا انا نفسي اقف قدام مرايه واستحمى كده زي الاول في بيتنا، وانزل اقف في الناس حتتنا واشرب كوبايه قهوه واقول لهم انا طالع انام عشان اقوم بقى ورايا شغل الصبح. ربنا يستر. الناس اللي ربنا كريمها، هو والله ما قايل لي الكلام ده، والله ما قال حاجه، بس انا بقول كده كتف كده قويه. قال لك قلبك ضعيف قوي، الراجل ده بيعمل خير بس عايز زقه، وانا عارف ان ربنا يبعت له حد كده يقول له بص انت معاك على العربيه دي، الغرفه دي بتاعتك بتتحرك في اي حته ملكك، بيسوقها ملكك باذن الله. خلاص هموت هينضفني الحقوني. دلوقتي يا جماعة هنروح دلوقتي نعمل ايه؟ نروح دلوقتي يلبس الطقم ان شاء الله باذن الله، ويجيب طقم لبنته ويروح يشوف بنته كده ويشوف امه عشان خاطر امه وحشين. انا مبسوط منك قوي، وانا هديله رقم يا رب ربنا يرضيك يا رب، اقدر اعمل معاك اي حاجه. يا جدعان انتصروا يا جدعان، بعد 5 دقايق كده هنروح عليه، هنرجع لكم تاني. لسه عامل ايه دلوقتي؟ انا قلت له بعد ما قمت بصيت له الشوال، قلت له لا مش عايز الشوال ده تاني. خلاص بقى انا خلاص يا جدعان هو كده هيروح البيت. امانه هتشوفوا رجوله مني، انا هبقى حاببها. كفايه ان انتوا هتعاملوني برجوله. ان شاء الله. يلا طيب صاحب الرقم ده واقف معايا، حد يعني بيعمل خير معايا. انا خدت خطوه حلوه باذن الله كويسه، اول يوم تبطيل كده برجوله النهارده. فانا مش عايز منكم اي حاجه الا بس كلمه منك تدعي لي ووصليني بامي. بس انا عايز ووصليني بامي، انا مش عايز منها حاجه. انت بكره رايحه البلد، طب صلي على النبي. بص اقول لك على حاجه، انت معاك الرقم، لو ما ركبش وجالك عرفيني وانا هزعل منه قوي. بص ربنا خلاني كلمتك ازاي وانت رايحه بكره، يعني والله العظيم وربنا مرتب كل حاجه فعلا. هو يعني كمان شويه كده هيكون عندي. وصلني باختي، يعني هو دلوقتي انا كلمت اختي بالتليفون واروح انام عندها بقى وفي بانيو بقى بلبل. هيركب دلوقتي يا جدعان، ركبه من هنا وهيروح.